السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي كل يوم جديد مع ام رحمة على اليوتيوب. النهاردة يا حبايب قلبي هنعمل اكلة حلوة قوي، شعبية مصرية تحفة بجد. زي ما انتوا شايفين كده عملنا ايه؟ الكشري المصري بطريقة حلوة قوي وسهلة جدا ولذيذ خالص. يلا بينا يا حبايب قلبي ندخل الفيديو ونشوف احنا عملنا طبق الكشري اللذيذ ده ازاي. لو عجبكم يا حبايب قلبي طبق الكشري الجميل دوت، اتمنى من كل قلبي انكم تضغطوا لي لايك علشان واشتراك علشان خاطر الفيديو بتاعي يوصل لاكبر عدد، وان شاء الله هيعجبكم. يلا بينا ندخل الفيديو. اهلا بيكم يا حبايبي. احنا النهارده هنعمل اكله شعبيه ولذيذه، هنعمل مع بعض الكشري المصري. في البدايه خالص كده انا معايا حله عشان نبتدي نعمل فيها الصلصه. معايا بصلايه، انزل عليها بشويه زيت، وبعد ما نزلت عليها بشويه زيت هنزل بقى بمعلقه صغيره من الثوم، البهارات بقى اللي انا هستخدمها. معلقه من الكمون، معلقه من الفلفل الاسمر، ومعلقه شطه. كل المعالق دي معلقه صغيره. هقلب كده الصلصه، سوري يا بنات، هقلب كده البصل والثوم كده والبهارات اللي انا حطيتها. انا ليه بقى بحط بهارات كده في البصل؟ البهارات بتدي طعم حلو قوي للبصله، وبتخلي الصلصه مظبوطه وطعمها جميل جدا. معايا بقى معلقه كبيره من الكزبره الناعمه. هقلب كده لغايه ما يبتدي اللون بتاعها يتغير ويدينا اللون الاصفر الذهبي. ومعايا هنا في الحله دي حاطه فيها ميه وملح وزيت علشان خاطر اسلق المكرونه. انا بحب في الكشري بالذات اللي انا اسلق المكرونه بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده البصليه ابتدت تغير لونها وادتنا اللون الاصفر الذهبي. هنزل كده بكيلو من الطماطم، واغطي عليها بقى واسيبها على نار هاديه كده تتسبك مع نفسها. انا جبت حله هبدا بقى احمر فيها الشعريه والرز والعدس. نحط شويه زيت وانزل كده بربع كيلو من الشعريه، الشعريه اتحمرت قدامكم كده. هنزل بالرز. معايا كوبايه من الرز مغسول، ومعايا كمان ربع كيلو من العدس بالجبه. العدس ده بقى لازم تغسليه كويس جدا وتنقعيه في الميه مش اقل من ساعه. ليه؟ علشان خاطر
يساعد في التسويه على طول وما ياخدش وقت منك. وكمان لما يستوي يبقى كده ايه مستوي وجميل وبيبقى عامل زي الزبده. لكن لو ما اتنقعش في الميه لمده ساعه هيبقى ناشف ومحجر ومش هتعرفي تاكليه خالص ومش هتستطعمي ايه بالكشري اللي انت عاملاه. زي ما انتم شايفين كده هنزل بقى ايه بمقدار الميه اكنك بتعملي رز عادي خالص كده. اقلب كده يبقى انا زي ما انا قلت لكم اكن بنعمل ايه رز عادي خالص. هنحط مقدار الميه المناسب للرز بتاعنا كده واعمل ايه اللي بيخلي طعم الرز والعدس والشعريه حلو وريحه حلوه كده. معلقه صغيره من الكمون. ايه تاني هنظبط بقى ايه الملح بتاعه. حط معلقه ايه من الملح واقلب كده واغطي عليه يتشرب الميه بتاعته وبعد كده اروح موطيه علشان يستوي براحته. الميه غليت كده هنبتدي بقى ايه نسلق المكرونه. انا بستخدم ايه كذا صنف من المكرونه، اسباجيتي ومقصوصه واللي هي المكرونه الصغيره ديت. حابه انت ايه صنف واحد عادي مش مشكله، حابه تكتري وتزودي في عدد المكرونات او اشكال المكرونات برضو دي حاجه ترجع لك. كده هتتسلق بقى وتستوي وبعد كده اصفيها واشطفها بميه نظيفه. سلقت المكرونه صفيتها وغسلتها زي ما انتم شايفين كده. الرز والشعريه والعدس استووا خالص اهو، شايفين مفلفلين ازاي وحلوين ازاي. هعمل ايه بعد كده؟ هخلط بقى ايه العدس والشعريه والرز على المكرونه. قلبت كده المكرونه والعدس والشعريه والرز، شايفين. هبتدي بقى ايه اعمل الدقه والشطه. هنحط شويه زيت صغيرين كده واخد ايه معلقه صغيره من الثوم واحط عليها ايه معلقه كزبره صغيره، معلقه كمون صغيره، ومعلقه ملح واقلب كده. انا جبت ليمونتين وعصرتهم في الخلاط وصفيتهم من التفل اللي فيهم. هنزل كده ايه بعصير الليمون معلقه واحده بس كده ايه من الصلصه. هتغلي بس كده ايه غلوتين اتنين بس وبعد كده ارفعها من على النار. هنبتدي نعمل الشطه. نحط شويه زيت صغيرين كده واعمل ايه معلقتين شطه، ممكن ايه اخليهم 3 صغيرين واقلب كده.
هنزل بقى ايه بالشطه ديت، هنزل بيها بايه، او هنزل عليها بايه، سوري، هنزل عليها بشويه صلصه من اللي احنا عملناهم مع بعض في بدايه الفيديو. معلقه ملح صغيره كده واقلب. فاضل حاجه وحيده هنعملها، ودي اخر حاجه هنعملها في الكشري، وبعد كده هنغرف واوريكم احلى كشري مصري عملناه النهارده. هنعمل ايه؟ هحمر شويه بصل مقرمش جميل كده، هيتحط فوق الكشري، بيدي طعم خطير قوي وطعم جميل جدا للكشري. انا جبت الطاسه، هبدا بقى ايه احمر البصل اللي انا قلت لكم عليه. في البدايه كده هعمل ايه؟ انا معايا البصل اللي انا هستخدمه، انا كده ايه مقطعه بصلتين مخرطاهم. هعمل ايه؟ هروح جايبه معلقتين من الدقيق كده، ادي معلقه ومعلقه تانية اهي، وابدر بيها البصل. ليه انا هعمل كده؟ علشان خاطر البصلايه تبقى مقرمشه واحنا ايه بناكلها على الكشري. نزلت كده بشويه زيت، البصل اهو اقلبه كده في الدقيق كده، وانزل بالبصل كده ايه في طاسه الزيت. واقلب البصلايه كده تقليب كده ايه مستمر لغايه ما البصلايه تتحمر معايا وتدينا اللون الذهبي الجميل. شايفين حبه البصل مقرمشين وحلوين وبيخلوا طعم الكشري حلو قوي. غرفت كده ايه الكشري اللي احنا عملناه مع بعض، شايفين حلو ازاي؟ حط عليه بقى ايه شويه بصل كده، الله على الحلاوه كده، حلو جدا. ومعانا كمان شويه حمص، احلى طبق كشري هتاكليه من تحت ايدك، حلو قوي. اللي يخليكي تروحي تجيبيه بالشيء الفلاني، وانتي ممكن تعمليه في البيت بنظافه وتكوني ايه ضمناه وضمنه نظافته، وكل حاجه حلوه بتعمليها تطلع من تحت ايديكي. ايه رايك كده بقى في طبق الكشري اللي عملناه مع بعض؟ خرافه، تحفه جدا. عملنا معاه ايه بقى؟ عملنا معاه دقه، وعملنا معاه الشطه والصلصه، ومعانا الحمص، ومعانا البصل المحمر. أكلة لذيذة جدا، أكلة شعبية تحفة تحفة. ايه رأيكم؟ الفيديو بتاعي خلص، أتمنى انه يعجبكم. إذا عجبكم لايك وشير وفعلوا لي زر الجرس واشتركوا لي في قناتي عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.